هي زي ما قُلت لحضرتك دايمًا جامعة عين شمس منارة إمم. تعليمية وتدريبية على مدار عقود من الزمن، وإحنا الحقيقة كان لينا السبق في التفوق في المجال ده، مجال إمم. الآثار المخية وعلاج السكتة الدماغية، وكان لينا بروتوكولات تعاون مع يعني جامعات كتير جدًا، يمكن إحنا مرتبطين بأكتر من 11 جامعة في مصر في إمم. أطباء منهم بييجوا يتدربوا عندنا في جامعة عين شمس، جالنا متدربين من دول زي السودان، زي أيوه. اليمن، زي ليبيا. أول مركز سكتة دماغية في إمم. اليمن تم إنشاؤه من شهور قليلة جدًا على عن طريق إمم. طبيب تلقى تدريبه عندنا في جامعة عين شمس. ده هايل جدًا، يعني طبّق وبالتالي على طول المنظومة اللي شافها ب في مصر ب في اليمن. بالضبط، وده هينقذ حياة ممتاز. يعني آلاف من المرضى في دولة طبعًا. زي اليمن. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، دكتور طارق كمان عارف ده كويس جدًا، إن إحنا بدأ ييجي لنا أطباء من مثلًا على سبيل المثال من المملكة العربية السعودية، عربية بإمكانياتها السعودية. المتقدمة طبعًا. وبكل إمكانياتها المادية إمم. والتطور العلمي الكبير إمم. الموجود، بييجوا يتفرجوا على النموذج اللي موجود عندنا عشان ويتدربوا يشوفوه عندنا. ويطبّقوه هناك. ودول هايل كتير جدًا. من أفريقيا إمم. جالنا كتير جدًا من دول إمم. من أفريقيا على سبيل المثال من كينيا، إمم. ورجعوا برضه على فكرة مباشرة طبّقوا إمم. النموذج ده عندهم. هايل. إحنا معانا يا آآ دكتور فيديو هنروح نشوفه سريعًا للطبيب اليمني ونرجع مرة تانية. التجربة كانت كويسة جدا من كل النواحي، يعني من ناحية أول شيء سهولة الوصول وإدارة التطبيق والسماح لنا بالابتعاث من دولة اليمن إلى دولة مصر لدخول وحدة القساطر الدماغية. الدكاترة الموجودين دكاترة هايلي كواليفايد، خبرتهم كانت كبيرة، مستوى التدريب اللي بيوصل لنا ومستوى الحالات اللي بنشوفها كثيرة ومتنوعة. فلما كانت هذه الحالات كثيرة ومتنوعة قدرنا نتدرب من خلالها، وحاولوا الأطباء بشتى الطرق إنهم يوصلوا لنا خبرتهم هذه الموجودة ونقلها لنا علشان نقدر إن احنا نوصل بعلمهم ونوصل بهذا الشيء إلى بلادنا اليمن لأنها تحتاجها.